في أغلب مسارح الجزائر في مثل هذه اللحظات بالذات تحتفل الجزائر ويحتفل كل مسارح العالم بيوم متميز اسمه اليوم العالمي للمسرح المصادف ل 27 مارس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السادة الحضور، الأساتذة الأفاضل، فنانين الأسرة الفنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم للجميع. في هذه الأمسية الطيبة نحتفي وإياكم باليوم العالمي للمسرح، أكيد في حضور الفنانين والمسرحيين. أرحب بضيفنا العزيز الأستاذ سي بوكرش هادي بوكرش، المعروف على الخشبة على المسرح. فأهلا وسهلا بالجميع وأمسية طيبة. الفن هو السلام. كل شخص هو متفرد وفي نفس الوقت يشبه أي شخص آخر. الفريد والغريب يمكن للفن أن يفهم بشكل كوني فيخترق بذلك الحدود وكل مناطق العالم والدول، وهكذا. نعم، الفن هو السلام. ودست القانون السماوي صمت رهيب. وانت كنت تقرأ من قصاصة للمخطوط: إن عمر الإنسان رهينة لحظة يا أختاه، وفيها يتحدد الزوال الأبدي أو الخلود السرمدي. نعم صار طيف من هو فارقني، فالحب يعترف اللذات من الكون المكبوت لابد من استقلالية في البيان والتدوين كيف، ولكن الكاتب إسلام وأنا البطل السلبية كمان تدعوني. ولكن اسمحيلي مع علاقتك بمخطوطك يكون قد جمعني بين أحضانه ليضمه إلى صدره. هي محتواه يا حبيبي، محتواه واضعا إياه متمرسا منه. ولا مفر لك من المساءلة قبل المصالحة، لم يبقى لك إلا الاعتراف، فعليك به اعترفي. تختلف أنتيغون الجدار الوهمي لتجلس في القاعة مع الجمهور، يسمع صوت الكاتب. روعة! إذا هللوا بالتاريخ. الفنان ينجب نصوصا مسرحية ومسرحيات، ولكنه ينجب أطفالا أيضا ليقولوا ذات يوم كان أبي. التكريم أن يكون الطلبة الذين درسوا عن الأستاذ حاضرين. شكرا لكم. وأقول لهم شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. أتقدم بالشكر الجزيل لسكان الجلفة، وشرفت بتكريمي في مسقط رأسي
وهذا أول وآخر تكريم في حياتي، لن يكون بعد هذا تكريم، أول وآخر تكريم. ونتمنى لكم كل السعادة والهناء. والله هالنجاح الباهر تاع هالتكريم اللي هو تكريم ساكنة الجلفة بالذات، ثم تكريم لي أنا في وسطهم. نتوجه بشكري الجزيل لعمال المسرح اللي خدموا 24 ساعة على 24 ساعة باش نوصلوا لهالتحفة اللي نهدوها لكل من حاول أن يكرم رجل من رجالات المسرح. لكن صدقوني أروع تكريم كان هنا في الجلفة. شكرا. تحية طيبة لكل مشاهدي كلمة قناة السهوب التام بمناسبة اليوم العالمي المسرح. أتقدم بتحية خالصة إلى كل المسرحيين وإلى كل رواد الخشبة أو محبي الفن الرابع. تحية إلى كل محبي المسرح من جمهور ومن كتاب. وفي هذا اليوم العالمي للمسرح 27 من مارس، هذا التكريم الذي جاء في وقته يكرم قام من قامات الإبداع في الجزائر، وهو الهادي بوكرش، واحد من أبرز المكونين في الجزائر إن صح التعبير هنا. أقول كإعلامي وكخريج المعهد العالي للفنون الدرامية برج الكيفان، تحية لكل المسرحيين. أقف مع واحد من قامات المسرح في الجزائر، الهادي بوكرش. هو الآن في مسقط رأسه وفي خشبة مسرح الجلفة أو المسرح الأم إن صح التعبير هنا. وأتمنى أن أرى أستاذي والمكون الهادي بوكرش هنا كمخرجا مخرجا مسرحيا لنرى إبداعات بأنامل جلفوية، بممثلين وبسينوغرافيين وبكتاب وبموسيقيين جلفويين. تحية طيبة. ولما لا مع السينوغراف الرائع نفطي. بسم الله الرحمن الرحيم. المختار كربوعة، رئيس مصلحة البرمجة والإعلام بالمسرح الجهوي للجلفة. كما شاهدنا اليوم سهرة رمضانية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، أين تم تكريم قامة فنية متمثلة في الأستاذ والمخرج المسرحي الهادي بوكرش، الذي له عدة أعمال ونعتبره أستاذ الأجيال. كما اختار المسرح الجهوي للجلفة لقراءة كلمة اليوم العالمي للمسرح الفنان المسرحي محمد فاطمي، وهذا بحضور كما شاهدتم ثلة من المخرجين والمسرحيين بالولاية. كما شاهدنا تقديم وصلات موسيقية من تقديم الفنان المطرب الأصيل عبد المجيد فريطيس من مسعد، وهذا كله ضمن برنامج ليالي مسرح رمضان الذي يستمر إلى غاية 5 أفريل. ولذلك نضرب موعدا متجددا لجمهورنا أن يتابع عروضنا المسرحية الموجهة إلى الطفل، وكذلك عروض للكبار بمناسبة شهر رمضان الفضيل. في مناسبة اليوم العالمي للمسرح نقول: الفن هو السلام، الفن هو الذي يجمعنا دائما على الحب والخير والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو تتساءل من أنا؟